هي ليه الناس بتطفش من الشركات اليومين دول وكله عمال يغيّر وكله عمال يمشي؟ طبعًا أنا باتكلم على مجال المهندسين لإن هو ده اللي أنا شغال فيه. طيب عايزين نتفق على مبدأ كده بغض النظر طبعًا عن الHR وأفكار الHR، لكن عايزين نتفق على مبدأ إن في شوية سنين حلوة خلاص أمّا كانت الدنيا مستقرة، كانت دايمًا الHR بيوصّل صورة لأي صاحب عمل إن مرتباته من أحسن المرتبات اللي في السوق، أو إن إحنا within margin فما عندناش مشكلة. ده ترتب عليه إن لمّا حصل inflation رهيب، الناس اللي هو كان بيقول عليها مرتباتها كويسة دي، هوب فجأة قيمة مرتباتها نزلت النُص. فالنهارده الناس بتعمل إيه؟ النهارده الناس كلّها بتعمل عملية بتلِف تعمل cycling جوّه الشركات، اللي بياخد 5 بيروح ياخد 10 واللي كان بياخد مكانه 5 بيرجع مكانه هنا ياخد 10. فاضطرت الشركات فجأة إنها تعمل doubling للbudget، فالHR لبِّس الناس في الحيطة. طيب أحافظ على الناس إزاي وأقعّد الناس إزاي؟ موضوع سهل جدًا. أنت عارف الناس الشاطرة اللي عندك خلاص، أكيد هم بيمثّلوا حوالي من 5 ل10% من عدد الناس اللي موجودة في الشركة. هتجيب الناس دي خلاص وتعمل لها plan وتقول لهم يا جماعة إن أنا في خلال سنة هاعمل لكم تغيير في مرتباتكم ممكن يوصل إلى 100% خلاص. وأكيد الناس دي أو البادجت دي بدل ما الناس الskilled عندك اللي هي شايلة الشركة دي تمشي وتجيب ناس أغلى منها وما أنتش ضامن إن هي تدّيك نفس النتيجة، يبقى أنت كده بتقدر تحافظ على الموضوع. الموضوع يا جماعة سهل جدًا، بس الناس هي اللي مش عايزة تعمل والناس هي اللي مش عايزة تساعد، كل واحد بيدوّر على مبدأ إيه، التوفير. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير.